MTV Maroc قناة كل المغاربة. Assalamu alaikum, l'organisation Scout Volontaire Région Casablanca-Stach, avec ses 3 sections, Sidi Moumen, Barnossi et Mediouna, organise aujourd'hui une campagne de don de sang dans le cadre de promouvoir l'entraide et la solidarité dans cette population. Nous remercions l'ensemble des participants ainsi que les cadres du ministère de la Santé publique et surtout ceux qui travaillent dans le centre régional de transfusion. Merci beaucoup une autre fois. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم القائدة مريم بوبكر، المشرفة العامة على النسخة الثانية من حملة التبرع بالدم في المنظمة الكشاف التطوعي فرع مديونة. اليوم احنا جينا باش اننا نديروا هذا العمل الخيري، اننا نتبرعوا بالدم لمجموعة ديال الناس خصوصا في هذا الشهر المبارك. كما كتعرفوا منظمة الكشاف التطوعي فرع مديونة اسم على مسمى كدير بزاف ديال الاعمال الخيريه خصوصا في هذا الشهر المبارك. على سبيل المثال درنا اول عمل خيري هو تنظيف المساجد، وثاني عمل خيري هو افطار عابر سبيل، وعمل الخيري الثالث هو حمله تبرع بالدم. وكما كتعرفوا احنا جينا في صدد انه بزاف ديال الناس انه يجي يتبرعوا بالدم هنايا ونعاونوا بزاف ديال الناس في هذا. السلام عليكم، معكم عبد الحليم شقدال مندوب فرع مديونة. هذه المبادرة هذه كتأتي في إطار الأعمال التطوعية والإنسانية خلال شهر رمضان، وهذه المبادرة أكيد هي كتكون في المملكة كاملة، يعني من خلال الفروع اللي عندنا في المغرب. وبطبيعة الحال من بين الفروع اللي كيقوموا بهذه المبادرة فرع مديونة وفرع برنوسي في إطار جهة الدار البيضاء ستاج. وهذه المبادرة الإنسانية أكيد الهدف ديالها هو أننا نعاونوا الناس. كاينين الناس اللي محتاجين الدم، وبالتالي حنا كشباب وكقادة وككشافة دونك خصنا نكونوا حنا من بين الناس اللي كيبادروا باش أنهم يتبرعوا بالدم. ومن غير هذه المبادرة هذه عندنا مجموعة من المبادرات كإفطار صائم، كتنظيف المساجد. ومن هذا المنبر هذا كنحث الشباب والقادة والكشافة وجميع الفاعلين الجمعويين أنهم يبادروا لهذه الأعمال الإنسانية المحضة. وكنشكر بطبيعة الحال الناس ديال المركز تحقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات على الاستقبال ديالهم. وكل عام كيستقبلونا يعني بشكل اللي هو يعني زوين، كيستقبلوا القاده ديالنا. احتاجنا شي معلومات كيبارطاجيهم معنا في اطار يعني الثقافه، وفي اطار ان هذه المبادره هذه تكون بشكل اللي هي موسميه. ما كرهناش حنايا كل عام نديروها 3 المرات 4 المرات حسب البرنامج اللي كيسطروه اعضاء المكتب. وشكرا لكم، وكنشكروا ايضا المنابر الصحفيه اللي جات باش تغطي هذا الحدث هذا، وتبارك الله عليك. والاشتراك في قناة MTV Maroc والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الفيديوهات.